السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكاديمية عواد. ده تاني فيديو ليا على مدار رحلتي في القناة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة هو اشمعنى البورصة المصرية، ليه احنا بنتكلم عن البورصة المصرية وليه احنا مركزين في البورصة المصرية. بداية البورصة المصرية تعتبر مرآة للاقتصاد، أو أي بورصة عموما هي مرآة للاقتصاد، اقتصاد الدولة. يعني أنا دلوقتي لو بورصتي والمؤشر الرئيسي بتاع أي بورصة بيبقى ليها مؤشر رئيسي. يعني مثلا البورصة المصرية المؤشر الرئيسي بتاعها اسمه اي جي اكس 30. أي مؤشر رئيسي للدولة بيبقى في تصاعد على طول وفي ارتفاع وفي اتجاه تصاعدي، اعرف ان انا اقدر استثمر فلوسي في البورصة دي. لان انا مش هستثمر فلوسي في سوق خسران. لازم السوق يبقى على مدار التاريخ بتاعه، على مدار عمره تصاعدي. واي سوق عموما في اي دولة لازم يبقى تصاعدي. اي سوق في اي مكان في الدنيا لازم يبقى تصاعدي. ليه تصاعدي؟ لان انت الاسعار دايما بتزيد، دايما قيمة العملة بتقل. قيمة الدولار من ايام 1920 غير قيمة الدولار في 2023. قيمة العملة عموما بتقل، فبالتالي قيمة الأصول بتزيد. فالبورصة عبارة عن أسهم، وأسهم في البورصة يعني شركات. الشركات دي عبارة عن أصول، فالأصول قيمتها بتزيد على مدار السنين. فالبورصة هي مرآة للاقتصاد. طول ما المؤشر في اتجاه تصاعدي اعرف ان المستثمر يقدر يحط فلوسه وهو في السوق وهو مطمن، عارف ان هو لو حطها النهارده، حط النهارده جنيه بكره هيبقى 2 جنيه. ما يحطش النهارده فلوسه ويلاقي السوق نزل بيه. فبالتالي البورصة المصرية مهمة جدا 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 للمستثمرين المحليين، المستثمرين الأجانب. ده أول جزئية. عشان كده احنا بنركز على البورصة المصرية. برضو في تاني شيء مهم جدا. هو ليه دلوقتي البورصة المصرية أفضل استثمار؟ لأن في التحاليل السابقة وفي التواريخ السابقة المحللين بيقولوا إن وقت التضخم دايما السوق أو سوق البورصة دايما في تصاعد، وده طبيعي جدا. يعني انت دلوقتي الاسعار كلها بتزيد، اسعار المنتجات الغذائية والبترولية، الحاجات الاستهلاكية كلها بتزيد. فبالتالي الاسهم الشركات دايما هتزيد. لان انت دلوقتي لو انا شركة شغالة في منتج غذائي، تمام، دلوقتي السعر بتاع المنتج اللي هي بتقدمه ده زاد، فبالتالي ارباحها هتزيد. فده هيأثر وهيعود على سهم او سعر سهم الشركة في البورصة المصرية. فدايما قاعدة ان كل ما التضخم بيزيد في اي دولة، السوق البورصة نفسه بيزيد، اتجاهه بيبقى تصاعدي. الاسهم سعرها بيزيد. طيب تعال نتكلم بالتحديد عن البورصة المصرية. انت عندك في 2022 كان المؤشر الرئيسي
كان 9000 نقطة. المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية اللي هو EGX 30. طيب المؤشر الرئيسي كان عند 9000 نقطة، هو كام دلوقتي؟ هو عند تقريبا 18000، يعني تقريبا الضعف مرتين، يعني أسعار الأسهم زادت 100%. فأنت دلوقتي لو استثمرت فلوسك وحطيتها مثلا من 2022، لو حطيت 100 جنيه دلوقتي هيبقوا 200 جنيه. فهو أفضل استثمار الآن للمستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. ليه المستثمرين الأجانب؟ لأن المستثمر الأجنبي هيشتري الأسهم الشركات حاليا بثمن بخس. ليه؟ لأن انت العملة بتاعتك ضعفت، نزلت 50%، وهو دلوقتي لما يجي يشتري الأسهم هيشتريها بعملته، هيشتريها بالدولار، هيشتريها باليورو. فانت دلوقتي شوف قيمة الدولار قدام الجنيه بكام، قيمة اليورو قدام الجنيه بكام. فما زال حتى الآن سعر الأسهم حاليا رخيص، فبالتالي المستثمر الأجنبي مش هيلاقي أحسن من كده، يعني بكمية فلوس قليلة يشتري أسهم كتيرة. ده بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين. بالنسبة للدولة أو البورصة المصرية أفضل استثمار. ليه؟ لأنها هي الملجأ الوحيد للخروج من الأزمة، أو خروج من أزمة نقص العملة الدولارية. يعني أنا دلوقتي لو محتاج دولارات، أدخل دولارات البلد، أنا عندي في البورصة المصرية عندي شركات محترمة جدا، عندي شركات في الدولة أقدر أطرحها في البورصة المصرية. لما أطرح شركات كبيرة في البورصة المصرية، المستثمر الأجنبي بفتح شهية المستثمر الأجنبي إن هو يضخ دولارات عندي في البلد عشان خاطر يشتري أسهم الشركات الكبيرة دي، عشان خاطر فلوسه تزيد وأرباحه تزيد. ده دول حاجتين أنا اتكلمت فيهم. في حاجات تانية بس أنا مش عايز أطول الفيديو أكتر من كده. ان شاء الله باذن الله نبقى على تواصل دايما، ان شاء الله كل يوم نتواصل، وان شاء الله باذن الله لو قدرت اعمل فيديو تاني النهارده اكمل هو ليه بنتكلم على البورصه المصريه، اشمعنى بالتحديد البورصه المصريه. وان شاء الله نخلينا على تواصل. ولو انتم محتاجين اي حاجه استاذنكم تكتبوا في التعليقات، محتاجين اي اتكلم عن حاجات معينه او استفسار، او انتوا عايزين اي او بتسالوا عن اي استفسارات معينه، انا تحت امركم. واهلا بيكم مره تانية في اكاديميه عواد. شكرا لكم.